بايع الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل نجوا من السخاء والإفلاس والناس والجنة والخناس نجاهم النفيس من تردد ومن سكوك ونفاق وندم نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه سل ليكفي قبول يسر بجاهه لي الوفاء بالعال وكفني بالغناء بايعته على عبادة لك ثم على خدمتي وجهك إذا علي فقد لا يزال يقودني إلى رداك ذو الجلال يسر لي العلوم والأعمال وزلق والوفاء والإقبال عن نزل في الغنى والدلال وهب لي الإخلاص والكمال وزدت بالقرآن ذو تفسير لي وبالحديث أبل السيرة نزلت دوب اليوم ضيفا يا كريم لك فاكرني إكرام اليوم كل مسكنا مؤمنا هنا في المصطفى عبدا خديما أزمنا اجبل لي الحلال واصرف الحرام عني واقبل عملي على دوام نجي بجاه المصطفى مغاني من المفاسد والأزمان نجي جنابي من الخفال بعد ارتفاع وصي الأمراض من علي الدهر بالسلامة وبالسعادة وبالكرامة اكتب صلاة وسلاما يا خير البر عني منك واجعلني مسيء يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب استقامة وعصمة الهدى بجاهه دني ما يفيد ثم بكفني ما يفيد إلي وجه قلبا وقلبا دنيا أخرى ما يزيد قربا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
تكفني بالمتبع سوء القدر عاتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كل موئلا ولدت في جيب النبي طه صل عليه ثم زده جاها ولدت في جيب النبي طه صل عليه ثم زده جاها نويت أن أخدمه في طوبى وأن يكسر سرمدا الخطوبى أسكن في جسمي وقلبي أسكنا فيك وفيها هنا يا ربنا لأبسط ونباتا هاونا بالعلم والعمل والخير لنا لجد ما نويت في جنب النبي بخدمة له ما تاتي اجعل لي الدار كمثل من سيب هبالة وخدمة بيستجب هيئ بي من أمري رسدا ثم عليه سلي النصر مدى يدك فوق يدي اليوم فكن جاهلني كنس بلبس كن يدك فوق يدي اليوم فكن جميع